يعني ست نائب اولا شايف ازاي رد مجلس الوزراء النهارده والبيان اللي طلعوه ملناش علاقه باقامه الوزير بيقيم فين او بيدفع الكلام ده ازاي، وبرده كلمنا عن موضوع سحب الثقه يعني لاي ماده فيه لاي درجه فيه جديه بالفعل في التحرك ده. يعني دعينا نقول ان هذا راي السيد رئيس الوزراء، هو حر في رايه كما اننا احرارا في ارائنا. هو يرى ان هذا امر خاص، هذا امر طبيعي من السيد رئيس الوزراء. يرى انه ناقش مع وزير التموين ردوده حول الاستجوابات المقدمه، هذا ايضا امر طبيعي ولا يمكن استغرابه باي حال من الاحوال. تمام. ولكن الحقيقه احنا لجنه تقصي الحقائق جلسنا مع الدكتور علي عبد العال منذ قليل، واتفقنا على عرض تقرير لجنه تقصي الحقائق و11 استجوابا يوم الاثنين القادم. تمام. وقال ان هذا موعد نهائي وسيعلنه غدا في الجلسه العامه لاجتماع مجلس النواب، باعتبار ان الحكومه ستكون مدعوه في هذا اللقاء. وتكون مين من الحكومه؟ مين من الحكومه هيكون حاضر الجلسه؟ يعني في الجلسه العامه، معلش يا استاذ مصطفى، في الجلسه العامه اللي هيتناقش فيها تقرير لجنه تقصي الحقائق ده هيكون في حضور يحضر طبعا الوزراء المختصون. يحضر وزير التموين، وزير الزراعه، ويحضر وزير الصناعه والتجاره، يحضر وزير شؤون مجلسي وزير الشؤون القانونيه والبرلمانيه، واخرين ممكن ان يحضروا. هذا امر طبيعي. سيناقش تقرير تقصي الحقائق. تقرير تقصي الحقائق يقع في 73 صفحه مدعما بالوثائق والمستندات، وسيلقي رئيس لجنة تقصي الحقائق الزميل مجدي ملك نص التقرير الموجز، وسيوزع التقرير على الأعضاء جميعا. طبعا إلى أن يأتي هذا